النصيحة ال14 للكتابة: استخدم ال internal وال external conflict عشان تحول أي شخصية مجرد كونها سطحية لكونها قوية وليها دور. طيب، ايه ال internal وال external conflict ده؟ ال internal هي مشكلة داخلية بتكون جوه الشخصية ذات نفسها، لكن ال external بتكون مشكلة حد تاني عاملها للشخصية. يعني مثلا التروما أو العقدة النفسية بتكون حاجة internal. تصميم مثلا اتسرق من الشركة فحصل مشكلة للشخصية بتاعتنا، دي كده حاجة external، حد هو اللي عملها له. انعدام مثلا ثقة، بمعنى ان الشخصية ما عندهاش ثقة في نفسها، تبقى دي حاجة internal داخلية. anger issues، مشاكل مع الغضب، دي حاجة داخلية. حادثة عربية مثلا حصلت والشخصية بتاعتنا حصل لها اتهام زور ان هي اللي عملت المشكلة دي، دي حاجة جاية لها من بره فتبقى حاجة external. طيب خلينا اديكوا بقى مثال. اصلا المسلسل اسمه تاكسي درايفر، ده مسلسل كوري اسمه دعوة للانتقام، بيتكلم عن الشخصيات الرئيسية بتاعتنا بتدي دعوة لناس اتظلمت ان هي تنتقم بالنيابة عنهم. تمام. فالشخصية الرئيسية بقى بتاعتنا اللي هو البطل عنده internal conflict، ازاي ان هو جاتله تروما نفسية. ان هو في مرة من المرات لما كان راجع البيت لمامته، لما دخل البيت لقاها ميتة غرقانة في دمها، ووقتها كان المية المحطوطة على النار بتاعة الشاي، التي بوت نفسه اللي هو بيتسخن فيه المية، كان لما بيغلي بيطلع صفارة. فهو في اللحظة دي كانت الصفارة فيها عالية جدا، وصلت لمرحلة ان هو بقى كل ما يسمع صوت الصفارة في اي حتة بيجيله انهيار نفسي لدرجة ان هو بيقع من طوله. المشاكل اكسترنال هي المشاكل اللي بتيجي بعد بقى ما يبدأوا ان هما ينتقموا من الناس. اي مشكلة بقى وقتها بتجيلهم. عزيزي الكاتب، ما تنساش الفولو ان دي كانت مجرد